اختام صباح الخير مساء الخير وقت ما تشوف الفيديو. انا هاجر، ما اعرفش تعرفيني ولا لا، بس يلا بينا نخش في الموضوع على طول. جايبه لك بقى النهارده شقه جامده جدا جدا. الشقه ديت من تشطيب شركه انجاز. هسيب لك الكومنت اللينك بتاع الصفحه في الكومنتات لو مهتمه ومعاكي بقى فلوس وبتاع وعايزه تظبطي الدنيا. قبل اي حاجه نقول اللهم بارك لاصحاب هذا البيت يا رب. ربنا يبارك لهم فيه يا رب، يوسع عليهم ويوسع علينا احنا كمان. تعالوا بقى نشوف الوحده الجامده ديت. بصوا هنا كان في زي دخله كده في الحيطه، يعني طرقه كده واخده الشقه كلها، فحطوا فيها كرسيين كده وشجره وحاجه هاديه، حطوا قدامهم السفره. وهنا كان في عمود الشقه ديت، يعني بجد لو مفيش العواميد، كمية العواميد اللي موجودة ديت أكيد كانوا خربوا الدنيا أكتر من كده بكتير. بس برضو هم يعني بيعملوا من كل حاجة، يعني من الفسيخ شربات. هنا العمود حطوا فيه اللي هو المرايات الأسود ديت مع البديل الخشب، فخلاها قطعة ديكور يعتبر. هنا هو الشاشة اللي قدام. الشاشة هنا المفروض ان هي بتخدم المكان ده كله. طبعا مكانها يعني ايه، يا دوبك ايه هيخدم اللي بياكل. وهنا يعني لو ما عندك ضيوف مثلا هيرموا عينهم كده من بعيد لبعيد، فطبعا مكانها صعب. لكن للأسف طبعا الحركة بتاعت الشقة ما كانتش، يعني هم استغلوا أقصى حاجة أقصى حاجة. وده برضو مش المكان القعدة الأساسي، ده طبعا للضيوف، بس طبعا جامد يعني ما شاء الله الله أكبر. الأنتريه ألوانه حلوة جدا، والطقم ألوانه حلوة جدا، البورسلين ولا غلطة بجد ولا غلطة. ندخل بقى على ايه يعني اكتر حاجة مميزة في المكان. يعني بالنسبة لي دي اكتر حاجة مميزة، هي غرفة النوم فظيعة. يعني استني بقى غرفة النوم هتشوفي فيها مفاجآت. هنا اهو ادي الليفينج روم، ده بقى القعدة الأساسية اهو هنا. ودي الشاشة اهيت قدامها. ما تنسوش ان الفيديو ده من شركة انجاز، هي شركة جامدة جدا جدا ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديهم يا رب. انا بس بنقل فيديوهاتهم وبرياكت عليها لا اكتر ولا اقل. ادي هيت. ولمسة الرخام اللي على الترابيزة لطيفة قوي. حتى الاكسسوار هم عاملين كل حاجة، ستاير سجاد. بصي كل يعني هم بياخدوا الشقة منك من وهي على المحارة او الطوب كمان، ويظبطوا كل حاجة فيها. ادي هنا عاملين كرسي البار، كرسيين بار كده قدام المطبخ، ومجلدينه كمان اللي هو بالخشب دوت، اللي هو كمان زي اللي في الصالة بالظبط. والرخام اللي هو الكوارتز ده اللي هو الابيض. كل بقى ما بتفتحي الالوان كل ما بصي بتدي معاكي مساحه ايه. ولو تاخدوا بالكم من حاجه، السيراميك كله معمول ميه واحده بتاع الصاله، مش عاملين بقى ايه خزعبلات زي ما احنا بنعمل، لا يعني البورسلين كله لون واحد. وادي هنا اهو بصوا المطبخ، ولا بلاطة عليها فنجال ولا بلاطة عليه ولا الشغل التخاريف اللي احنا بنعمله في بيوتنا دي. وفي الاخر اسمه بلاط ديكور كمان، وبيخلينا الشكل زي الزفت في الاخر. فخليكي كل ما تبقي سيمبل كل ما تبقى انتي يعني بصي تخرجي باحسن نتيجة. ممكن تعملي ده، مش لازم تعمليه بالبورسلين، يعني ممكن تعمليه بسيراميك حسب مقدرتك، بس وحدي الوان الارض مع الحيطان. وادي بقى شايفين يعني المطبخ ما شاء الله واخد كل حاجة. نيجي للطرقة، ركزوا مع البانوهات مدية الشقة يعني روح. برضو الطرقة بصوا، والليد يعني يعني يا جماعة ما تستخسروش، انتوا لو بتعملوا حاجة بتعملوها للعمر وخلاص يعني. ظبطي الإضاءة، ممكن حاجتك كلها تقف على الإضاءة، يعني الشقة كلها يبقى قصدي شكلها مش حلو بسبب الإضاءة. خش هنا على غرفة الأطفال. بص من ورا في بانوهات مع دي مكتبة للشاشة محطوطة على الجنب كده، مكتبة بسيطة قوي مع الليد مع بيت النور. حاجة لطيفة قوي. والأرض طبعا واخد اللي هو اسمه ايه، فكروني اللي في الأرض ده اسمه ايه عشان أنا مش فاكرة، اللي هو بيبقى زي الخشب ده. وادي الدولاب بصوا متقسم زي تقسيمتين كده، كل طفل ليه جنب. من جوه بقى هنا من على الجنب بقى ممكن الكتب والكلام ده. نروح بقى عند أميز غرفة، لأن بجد مستغلين المساحة. أنا بجد يعني
بجد لو حد فينا عمره ما هيجي في دماغه الفكرة دي، بس طبعا مهندس يعني. خشي بقى هنا، طبعا مفيش مكان ان هم يعملوا دريسنج روم ولا دولاب ولا الكلام ده، لو كان عملوا دولاب كان هيضايق معاهم قوي. فبصي بقى على الجنب كده عاملين ايه، ادي عاملين دولاب من هنا ودولاب من هنا، يعني بصوا تحفة، وسايبين لك مساحة كمان اهوت للكومود عشان بقى لا هتشحن موبايل تحط اي حاجة جنبك، تمام. ودي الدولاب عاملينه كمان اللي هو ازاز ده زي الدريسنج، من قدام اهو الشاشة تتحط، التسريحة اهي حاجة بسيطة، الدرج اهو بطول الحيطة يعني تاخد كل الميك اب بتاعك، تكييف اهو في مكانه المناسب، كان ده انسب مكان ليه طبعا. بصوا كل ده حاجة يعني تمام وكل حاجة، بس انا بجد الستاير مجنناني، مع انها سيمبل وبسيطة، وبصوا بنروح نكلف نفسنا وبراقع وستاير قد كده، بس بجد الجمال في البساطة والله العظيم يا جماعة، يعني كل ما تبقي ابسط كل ما الدنيا عندك تبقى خرافية. بصوا انا يعني ما شفتش حاجة فيها شغل غير السجاد يعتبر، والحمام بقى، لكن الحمام بقى بورسلين، بصوا واخد بقى مية الجلد كده عشان يمشي مع باقي الشقة، مع المراية مع الوحدة الكابينة بتاعة الشاور. ما شاء الله ربنا يبارك لهم يا رب في الشقة ويوعدكم كلكم يا حبايبي. لو حابين ينزل فيديوهات اكتر عن المحتوى دوت ياريت تعملي لايك وسبسكرايب، متنسوش تشتركوا في القناة. انا اسمي هاجر ودي قناتي كانت هاجر هوم. باي باي، هسيب لكم اللينك في الكومنتات، لينك الشركة. باي.